السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة سهلة سريعة بسيطة ومن أروع الوصفات اللي تقدروا ديروها في عجينة راح تجيكم خفيفة ريشة. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. اليوم رايحين نديروا السوفلي بطريقة بسيطة وعجينة من أروع ما يكون كما قلت لكم. مباشرة راح نروحوا للوصفة مع المقادير. ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. راح نبداو في الطريقة على بركة الله. هنا عندي كأس من الحليب الدافئ، سعة الكأس 240 مليلتر. عندي ملعقة كبيرة ممسوحة من خميرة الخبز، نصف ملعقة كبيرة من السكر، يعني نفس الملعقة اللي قست بها خميرة الخبز نقيسوا بها السكر. هنا راح نجيبوا الإناء أو الغيسيبيون، نحطوا كمية الحليب تاعنا يكون حليب دافئ، وراح نضيفوا خميرة الخبز مع السكر. راح نخلطوا كل المكونات هذه مع بعض حتى تتجانس. راح نغطيو عليها ونخليوها تختمر حتى الخميرة تمد المفعول تاعها. هنا بعد ما الخميرة تفاعلت مع الحليب والسكر راح نضيفوا بياض بيضة، 6 ملاعق كبيرة من الزيت. كل المقادير راح تسيبوها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. اللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له فيه كل شيء مكتوب بالتفصيل. 6 ملاعق كبيرة من الزيت. راح نضيفوا حوالي ربع ملعقة صغيرة من لاموتارد أو الخردل. يعني جربوا هذا العجين بهذا المكونات وشوفوا الفرق في البنة تاع السفلي تاعكم. ملعقة صغيرة من الهريسة إذا حبيتوا تقدروا تستغنوا عليها وتضيفوا بصل بودرة أو ثوم بودرة. مثلثين من الجبن، تقدروا تستعملوا أي نوعية جبن تكون متوفرة عندكم. هنا سواء تخلطوا بالبراء ولا بالفوي لكم الاختيار. الخليط تاعنا راهو واجد. من جهة أخرى عندي كأسين ممسوحين من الفرينة أو الطحين الأبيض، نفس الكأس اللي قست به الحليب قست به الفرينة. هنا عندي كأسين راح نستعملهم في المرحلة الأولى ونشوف قوام العجينة تاعي، إذا كانت العجينة الفرينة تشرب ولا لا. راح انتم تتحكموا في مقدار الفرينة. هنا أهم حاجة الفرينة تاعكم تكون مغربلة، يعني منخولة هكا باش تدخل فيها كمية كبيرة من الهواء كذلك وتساعد باش تمد العجينة تكون خفيفة. هنا اللي عنده بيتخان يقدر يستعمل البيتخا تاعو وتخرج له كذلك العجينة من أروع ما يكون. هنا عندي نصف كأس آخر، يعني استعملت كأسين ونصف من الفرينة أو الطحين الأبيض. هكذا شوفوا القوام اللي رايحين تحصلوا عليه في هذه المرحلة، انه مع الفرينة تزيدوا كمية من الملح. انا كنت نسيت الملح راني ضفته في الاخير، لكن نتوما في المرحلة هذه تضيفوا الملح، يعني كي تضيفوا الفرينة تاعكم ضيفوا معها الملح، حوالي ملعقة صغيرة من الملح. هنا حتى تمسحوا يديكم كمية قليلة فقط من الزيت وتخلطوا العجينة تاعكم بهذه الطريقة هكا باش يزيد يدخلها ثاني مليح الهواء، هكذا حتى تولي شكل العجينة تاعنا ملساء. بهذه الطريقة. من جهة أخرى كما راكم تشوفوا أنا في هذه المرحلة كنت فكرت الملح وضفته في هذه المرحلة حوالي ملعقة صغيرة من الملح. راح نعاود ندخلها في العجين، وكما قلت لكم انتم كي تضيفوا الفرينة تضيفوا الملح. هكذا وراح نغطي على العجين ونخليها تختمر كليا حتى يتضاعف الحجم تاعها. هنا بعد ما اختمرت العجين، هنا بالنسبه للاناء راهو كبير والعجينه كانت قليله على بها تبان لكم هكذا راهي هابطه شويه، لكن هي راهي خامره. هنا حنمسحوا يدينا بكميه من الزيت لانه العجينه راهي تتلاصق، ونهبطوا العجينه تاعنا ونقسموها على شكل كرات. هنا سواء توزنوها كلها ولا تقطعوها عينك، هي ميزان كل واحد يدير الحجم اللي يحبه. بالنسبه للحشو راح يبقى لكم اختياري، كل واحد يدير الحشو اللي متوفر عنده في البيت، سواء دجاج او لحم ولا خضار ولا طون، يعني كل واحد يستعمل الحشو على حساب الإمكانيات اللي عنده. هنا حنقطعها عينك ميزانك، حوالي قطعتها حوالي 6 قطع. هكذا ونبدأ نشكلها على شكل كرات.
انا هنا راح نعطيكم الحشو اللي كنت درتو انا، وانتم يبقى لكم اختيار. هكذا نشكلوه على شكل الكرة مليح كيما راكم تشوفوا فيها الفقاعات، هذيك دليل على خفة العجين. هنا حنبداو نفتحوا العجينه تاعنا، نفتحوها رقيقه، من الاحسن ان تفتحوا العجينه تاعكم رقيقه قدر المستطاع. تعاونوا روحتكم بالفرينه، ولا اذا قدرتوا تفتحوها بالزيت كذلك راح يكون احسن. انا بالنسبه لي فتحتها بالفرينه. بالزيت راح تعييكم شويه، ولكن راح تجي خفيفه كذلك من اروع ما يكون. هنا كنت درت صلصه الطماطم، نفس لاصوص اللي نديروها في البيتزا، كنت درت صلصه الطماطم. عندي كميه من الدجاج كنت استعملته كذلك، وراح نضيف كميه من الجبن. نتوما الدجاج تقدروا تستعملوا الطونك، تقدروا تستعملوا اللحم المفروم، تقدروا تستعملوا البصل فقط، تقدروا تستعملوا الخضار، الشيء اللي يكون متوفر عندكم. راح نمسح الاطراف ببياض البيض هكا باش، ولا تقدروا تستعملوا الماء والفرينه كذلك، كل واحد هو شي يحب هكذا باش نتاكدوا انه الحبه تاعنا ما تفتحش. هنا سواد هكذا فقط، وتحطوها في الصينيه. الفرن تاعكم لازم يكونوا شعلتوه في هذه المرحله درجه الحراره 200 درجه هكذا، وتكون السفلي تاعكم واجد. ولا تحبوا ديروا الضفيره اللي تكون في الاطراف، يعني تجيبوا الاطراف فقط وتعاونوا بصباعتكم بالفرينه لانه العجينه تاعكم اذا كانت ما تلصقش هكذا، وتجيبوا فقط الاطراف وتكملوا العجينه تاعكم. حاولوا تضغطوا مليح على الاطراف هذو باش ما تفتحش في الفرن هكذا. ولا ديروا هذه الطريقه كذلك مليحه، تديروا فقط بالاصبع تاعكم بهذه الطريقه تشكلوها. كل واحد يعني كيفاش يحب، وكل واحد الوقت اللي عنده. هكذا من جهه اخرى عندي صفار البيض، كنت ضفت له كميه من الحليب ومع القهوه، اعطتني تحصلت على هذا اللون. هذا اللون راح يعطيكم اللون محمر، يعني من اروع ما يكون. السر فقط انه تضيفوا له القهوه، اهم حاجه انه تنحي ريحه البيض، وكذلك تتحصلوا على لون مليح. هنا كما قلت لكم الفرن مسخن مسبقا درجه الحراره 200 درجه، نخليوها يحمر من الاسفل، نشعلوا له من فوق كذلك يحمر. شوفوا اللون اللي راح تحصلوا عليه، يعني هذا اللون راهو بدون تعديل، يعني اللون فقط اللي تحصلت عليه من صفار البيض والقهوه والحليب. راح نفتحوا السفلي تاعنا من الداخل، شوفوا كيفاش راح يجي، يعني عجينه ان شاء الله تعجبكم وعجينه ناجحه 100%. واهم حاجه انه السفلي تاعكم يجي خفيف وما يجيش ثقيل. هنا راح نفتحوها سويا ونشوفوا كيفاش جاء من الداخل. هنا اهم حاجه انه نوعيه الجبن، اذا استعملتوا الجبن المبشور من الاحسن تخيروا نوعيه تكون مليحه، لانه هنايا انا حسبت الجبن هذا يذوب مع الاخر، شوفوا كيفاش جاء ما ذابش. لكن نتوما استعملوا نوعيه تكون مليحه وتجيكم الجبن تاعكم ذايب. هذا هو وصفتنا لنهار اليوم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.